احنا ماشي، خلصنا من شفيق. شفيق لا يصلح. خش على الحاج ابو الفتوح، راجل محترم وكل حاجة، بس الراجل ده يا جدعان من الآخر له رئيس مظبوط ولا مش مظبوط؟ المرشد. بس كده لا أنا بس بقى. قال لك بقى انا سبت وما سبتش يا عم والبيعة سبت وما مين بيعاش. سبت مين؟ أنت لما بتسيب مراتك ممكن تردها، لو سبت المرشد مش هترجع له تاني؟ اكيد حتى لو من تحت لتحت. طيب يا عم يعني انسى. الموضوع فيه شبهة، يعني نفكنا من ابو الفتوح. حتى يا جدعان لو كلامه صحيح، أيوة ما ينفعش نحط نفسنا. شوف، عشان ما تجيش بعد كده تطلع إشاعات ويقول لك أصل المرشد بيحركه وأصل المرشد بيعمله ونرجع لنفس الفوضى تاني، ونخش بقى بدل ما كنا بنحارب في مبارك بنحارب في المرشد والراجل أبو الفتوح. موال يعني. طب موال محمد. ملوش لازمة. نبعد عن الشبهات دي خالص ونخلينا في الكلام السليم. أنا شايف إن الراجل اسمه حمادين صباحي ده مفيش ناس كتيرة بتشتكي منه. ده الناس كلها مؤيدة حمدان صباحي. طيب أنا شايف إن هو راجل محترم يعني الصراحة. جدا. أنا ما عنديش معلومات كتيرة عن الراجل ده، أو أنا حاسس إنها مش معلومات كفاية إنها تخليني إن أنا أرشحه، بس ما عنديش أسباب تخليني ما أرشحوش. ونفس الوضع بالنسبة لي أنا. الراجل اللي اسمه عمرو موسى ده، هو الناس قالت لك أصل هو عارف يمشي يعني يدير الحوار في المناظرة. في المناظرة علشان الخبرة والتقل والوزن السياسي. مش عيب إن أنت تستعمل حاجة زي دي لصالحك. يعني ليه؟ وإلا بقى بعد السنين دي كلها في السياسة والدبلوماسية تبقى أهبل بقى. بقى بالظبط كده. أنا مش معنى إن أنا بستعمل حاجة الخبرة بتاعتي لصالحي إن أنا راجل كذاب. أنا ممكن ما أكونش راجل كذاب. الطريقة اللي كان بيتكلم بيها لما تشوفوا كده طريقة، الأسلوب بتاعه والانفعالات بتاعته، يعني تشوف إن هو مش، ما تحسش إن هو بيكذب. صح. فعلا صح. يعني ورده سريع وواضح. على الأقل لما كان بيدافع عن حقوقنا، عن مصر والحكومة طبعا والنظام السابق طبعا، قال لك ده هيشتغل لنا في الأزرق. راحوا ماشيينه من 10 سنين، قالوا له خد يا عم جماعة الدول العربية، يلا صح. مبروك عليك. وخلوا ايه، هو مبارك طبخها مع بقية منصب شرفي ملوش معنى. هو أبو مبارك اللي طبخها مع بقية دبلوماسي وفي الوزراء نفس الوقت بس. حاجة برستيج. بس انت فاهم، قال لك بس وتبعد عننا. لكن ما زال وهو هناك يتكلم عن موضوع فلسطين، صح، وفشخ اللي هو رئيس وزراء إسرائيل في اجتماع. أنا في حاجة، أنا بعد عمرو موسى ما ماشي ما عنديش فكرة إيه كان اسمه وزير الخارجية بتاعنا إيه. أبو الغيط تقريبا. مين أبو الغيط ده؟ ما لا كان. أعرفوش أصلا. يعني واحد من الآخر ملوش أي معنى. وزير الخارجية عامة ملوش علاقة غير بالشؤون الخارجية، صح؟ صح. لكن الشؤون الداخلية ملوش فيها. طيب يعني حتى لو الراجل ده كان وزير الخارجية أيام حسني مبارك، ملوش أي علاقة بمواضيع لا السرقة بس والنهب اللي احنا كانت قلنا جوه. احنا إيه قلنا علاقة؟ احنا قلنا أي واحد يطلع في النظام المعارض لازم يبقى معارض. الراجل دوت ما سكتش، فاهم، على التعريس اللي كان بيحصل، عشان كده ايه، مشوه. مم. لكن ماشي، ما علينا، بما ان الناس حافظه مش فاهمه، تقول لك ده فلول وده بالنظام القديم وعايزين ده من جديد، ماشي خلاص يا جماعه، بلاش عمرو موسى وشفيق ابن متناكه في الاخر. انا اسف يعني، بس هو شفيق ابن متناكه. مظبوط. ابن متناكه سو. بيقول لك ايه، ولو مسكت رئاسه إيه، مفيش مانع ان عمر سليمان يمسك مش عارف. يعني احنا ماشيين ناس عشان نفس الناس دي تيجي تاني. مم. ويرجعوا المناصب قيادية كمان، يعني مش راجعين مثلا مش فاهم. كنوع من أنواع الخبرة اللي الناس هتستفيد منها، وراجع ماسك منصب. هو حمدان صباحي، مبروك علينا ان شاء الله. وربنا يوفقه. لو هو ربنا يوفقه ويعينه يصلح البلد ويصلح المعيشة ويعمل كل الحاجات اللي هو وعد بيها، وربنا يعين الشعب المصري عليه ويعينه على الشعب المصري. لا بس حاجة بسيطة، بس الناس اللي بتتكلم عن حمدان صباحي تقول إن هو مصري،
هو تبع الحزب الناصري، لكن هو مش ناصري ان هو عايز يأمم الدنيا زي ما عبد الناصر ما عمل. هو قالها بنفسه، لو عايز ينعش اقتصاد البلد يبقى هيأمم الناس ازاي يعني؟ قال لك ده حاجة قديمة على عهدهم، احنا عهد جديد، عهد انفتاحي، لان الناس اللي فاكرة كده يعني. بس معلومة. محمد ابراهيم لازقه. لازم نعمل له حلقة. ايوه يا محمد.